لا تهجروا الصلاة، لا تتهاونوا بالصلوات، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة هي باب الله الأعظم، هي باب الله الأعظم، لا تتهاونوا بها عباد الله، لا تغفلوا عن ذكر الله. لما تسمع الله أكبر والتي نرددها اليوم في أصقاع الأرض، ما معنى الله أكبر؟ الله أعلى وأجل وأكبر وأعظم ومقدم على كل شيء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يا عباد الله، طاعة الله لا تنتهي إلا بالموت. انتهى رمضان انتهت الطاعة؟ لا، لن تغلق المساجد، ولن يرحل القرآن، ولن ينتهي الصيام، ولن ينقطع الأجر، العمل باقي. قال الله تعالى لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استقيموا على طاعة الله، استقيموا على ما كنتم عليه في رمضان. طبعا لن نكون على نفس الوتيرة بالطبع، لأن رمضان له مزية خاصة، تصفت فيه الشياطين ورحمات وبركات، مفتوحة أبواب الجنان ومغلقة أبواب النيران، لكن استقيموا ولو على القليل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كنا نصلي 20، صلي الآن 4 ركعات، ركيعات، لا تغفل عن الذكر. اجعل لك وردا من القرآن، لا تهجر القرآن إلى رمضان القادم. والله العظيم هذا ضياع، البعد عن ذكر الله. القلب يموت بدون ذكر الله تبارك وتعالى. يا أحباب، نسمع لها الكلمات وتأملوها. السحور في رمضان بين لنا أننا نستطيع أن نستيقظ إلى صلاة الفجر. التراويح بيّنت لنا أننا نستطيع أن نقوم الليل. صيام رمضان بيّن لنا أننا نستطيع أن نكبح أنفسنا أمام شهواتها. رمضان ليس زيادة مؤقتة في إيماننا، ولكن هو درس أنه نحن نستطيع القيام بهذا في كل أيام. فاجعل دنياك كلها رمضان.